السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل بطه كده مشويه في الفرن زي ما انتوا شايفينها، مع شويه فريك. شايفين انتوا بقى الدسم اللي طالع منها؟ يلا بينا اقول لكم هنعملها ازاي بطريقه حلوه وتتبيله حلوه على قد الايد. يلا بينا يا حبايبي، نجيب الكبه بتاعتنا، بصلتين متوسطين وشويه حبان وشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه كمان كزبره ناشفه. خلاص، وكمان ورقتين من اللورة هحطهم كده واضربهم بقى ايه كويس. واكيد بقى اللي بيسأل عليا في الخاص ملاحظ بقى انا مغايبه ليه. معلش بقى، الصوت الشتوي بدأ يا جماعه. حل على النار فيها شويه ميه كده، ونزلت بايه بشويه البصل اللي احنا فرمينهم مع بعض على شويه فلفل اسود، واسيب الميه بتاعتنا دي تغلي. النهارده كده معايا حوايج بط، يعني كام راس على كام جناح على قناصه على كبد. يلا بينا بقى اسيبهم يتسلقوا مع نفسهم ونعمل احلى شوربه بط. البطايه بتاعتنا او دكر البط بتاعنا زي ما انتم شايفين مغسول بالدقيق والليمون والملح كويس. اجيب بقى سيدلين سكينه رفيع كده وابدا زي ما انتم شايفين كده اغزغزها من كل الجوانب زي ما انتم شايفين، عشان التتبيله بتاعتنا تخش في كل حته في في لحم البط. خلاص، يلا بينا بقى نقول هنزود كمان شويه حاجات على البصلايه اللي احنا عملناها. خلاص، هنحط البصلايه بتاعتنا كده اللي احنا حاطين عليها ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وزي ما انتم شايفين وحبهان ولورا. خلاص حطيتهم زي قدامنا كده. هروح بقى اضيف عليهم كمان شويه اضافات كده حلوه عشان تطعم معانا البطه. دي يا جماعه عباره عن بهارات فراخ وبابريكا ومعلقه كركم وسنه قرفه صغيره ومعلقه دبس رمان كبيره. عندك معجون صلصه حطي معلقه. انا كده ما الفيديو بتاعها اتمسح، انا بقى كده عامله معجون صلصه في البيت، هاخد منه كده كمان معلقه وادعك بيها بقى البطه بتاعتي دي، وباقي الحشوه اروح حشياها جواها. خلاص، يلا بينا يا حبايبي. كده بقى ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. هنا كنت بوريكي المعجون الطماطم اللي انا ضفته بس ما بانش معاكم. حابه بقى تعملي البطه في كيس حراري اعمليها، بس انا النهارده كده حبيت اعملها بطريقه تانية. جبت بقى الصينيه اللي هتخش الفرن، حطيت فيها معلقه سمنه كده سبتها تسخن، وهنزل بقى اشوح البطه بتاعتنا فيها بالشكل ده كده يا جماعه، وانزل باي توابل موجوده على الصينيه. وخلاص كده اشوح البطه يمين وشمال، وفي نفس الوقت بقى فاتحه الكاتل بتاعها عايزه شويه ميه سخنه. زي ما انتم شايفين كده هنقلبها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. عايزه اقول لك بقى تتبيله سهله لذيذه وخفيفه وموجوده في اي بيت. بصوا بقى حبايبي بالشكل ده كده شوحت البطه بتاعتي، وهضيف عليها شويه ميه واحطها زي ما انتم شايفين كده. احط الصدر اسيبه تحت كده واغطي عليها بورق المونيا، وطبعا الفرن سابق التسخين، وادخل بقى البطه بتاعتي دي الفرن. وبعد نص ساعه طلعتها من الفرن وقلبتها على الوش التاني واغطيها لغايه اما تستوي. وتعالوا بينا بقى نعمل شويه فريك. اللي كان متواجد عندي ربع كيلو من الفريك، حطه كده في بوله وابدا يا جماعه لازم يتنقى كويس ولازم يتغسل كويس زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ده ربع كيلو من الفريك، هاخده بقى اغسله مره واتنين وتلاته تحت الميه. بصوا بقى يا حبايبي، عايزه اقول لكم بيبقى فيه سفه كده صغير، حاولي تلميه. وهاتي بقى حلتنا الزغنططه على قد الربع كيلو، وهاتي بصلايه كمان متوسطه، وقطعي بقى مكعبات بصل كده صغيره، وحطيها بقى على النار بشويه شويه زيت. بصوا بقى، والشوربه بتاعتنا جهزت كده اللي عملنا بيها الرقب والروس والكبد والقوانص. خلاص شوحت البصلايه، هنزل بقى بالفريك زي ما انتم شايفين بعد ما ما صفيته. على طول زي ما انتم شايفين بشوح الفريك، عايزاه ينشف ويتشال منه كل ميه انا غسلتها بيه. عايزه الحبايه بتاعتها تبقى ناشفه عشان ما تعجنش معانا. خلاص شوحتها كده مع مع البصلايه، وضفت عليها معلقه كركم. والشوربه بتاعتنا متهيئه، بس جايبه الملح جنبي علشان بعد ما اضيف الشوربه هروح ضايقاها. زي ما انتم شايفين كده الشوربه اللي احنا عملناها هنسقي بيها كده الفريك زي ما انتم شايفين. واقلب بقى كده الفريك وابدا ادوق الفريك واشوف الملح بتاعه. لقيته محتاج حاجه بسيطه من الملح، هنضيفها ونغطي عليها ونعمله معامله الرز العادي لغايه ما يتشرب، ونوطي عليه البوتاجاز. والبطه بتاعتنا طلعت كده يا جماعه، والفريك لسه ما اتشربش زي ما انتم شايفين. ويلا بينا بقى نغرف الطبق بتاعنا. شايفين انتوا شايفين مطلعه بهاريز. يلا بقى، هي دي بطه العزومات. عايزه اقول لكم دي البطه اللي بتنقذني في العزومات كلها. خلاص شايفين بقى طالعه عامله ازاي؟ شايفين انتوا السوائل اللي موجوده دي في الصينيه؟ هستعملها في حاجه تانية هقول لكم عليها. يلا بينا بقى نحط بطتنا دي على جنب، وتعالوا بقى الكبد والقوانص بتاعتنا اتسلقت هاخدها كده واقطعها. كده كمان بقى بعد ما اقطع الكبد والقوانص كده اروح مشوحاهم مكان البطه. السمنه اللي نازله من من البطه او الدهون او السلي اللي نزل من البطه
اروح مشوحه فيهم الكبد والقوانص. وكده بقى ايه الفريك بتاعنا استوى. تعالوا بقى شوفوا مفلفل عامل ازاي، احلى فريك. بصوا مفلفل ازاي، والبطه كمان استوت. ويلا بينا بقى نقدمهم زي ما انتم شايفين. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تيتا بلايك ومتابعه، وشكرا على كل اللي سأل على تيتا. تعالوا بقى نقطع حته من البطه وشوفوا سوى البطه بتاعنا طالع عامل ازاي. خدت معايا ساعه ونص في الفرن وطلعت بالجمال ده. اشوفكم على خير.